السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو النهاردة هنتعلم ازاي نحجز دور في اقرب فرع من فروع البنك الاهلي القريبة مننا او الفرع اللي احنا عايزين نروح من على الانترنت ومن خلال الموبايل. اول حاجة عايز اقولها ان لازم العميل يكون محدد اليوم اللي هو هيروح فيه الفرع، ويكون محدد الميعاد ونوع الخدمة اللي هو عايزها في الفرع. بالنسبة لحجز اليوم لازم يكون محدد قبلها اليوم، يعني مش هينفع يحجز في نفس اليوم. الحجز لو انت مثلا هتروح يوم 8 يبقى لازم تحجز قبلها بيوم او بيومين، يا اما يوم 7 يا اما يوم 6. كمان بنستخدم خدمة الGPS قبل ما نبدأ الدخول في الخطوات، لان هنحتاجها في بداية الخطوات، عشان الخدمة بتقولك ممكن نوصلك لأقرب فرع او الفرع اللي انت ممكن تحدده في المحافظة اللي انت بتحددها. فخدمة الGPS لازم تكون متفعلة على الموبايل، ولو انت مش عارف شكلها او بتعمل ازاي هنديلك صورة فيها سهم بيشير لعلامة تفعيل الGPS. يلا بينا نبدأ الفيديو، وان شاء الله الفيديو يفيدكم، ولو عجبكم ياريت تشجعونا بالاشتراك وتدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك من جديد. دي اول خطوة احنا اتكلمنا فيها وقلنا دي خطوة تفعيل الGPS من على الموبايل. الشاشة اللي ظاهرة قدامك دي تبقى شاشة الاعدادات اللي انت بتلاقي فيها ايقونة الGPS اللي هي ظهر عليها السهم باللون الاحمر دي. حضرتك بتفعلها زي ما انت شايف كده، بتخرج منها من الشاشة، وبندخل على خدمة جوجل عشان نبحث على الموقع الرئيسي للبنك الاهلي المصري. ادي اول خطوة، دي اول شاشة كتبت في البحث بتاع جوجل البنك الاهلي المصري، ظهرت لي الشاشة دي زي ما انت شايف كده. هتلاقي مكتوب فوق هو اسم البنك الاهلي المصري، والبنك الاهلي المصري الصفحة الرئيسية تحت منها على طول هتلاقي خدمة مكتوبة اسمها الخدمات الذاتية المشار اليها بالسهم الاحمر. اول ما بتدوس عليها بتظهر لك الصفحة دي، فهتشيل العلامة اللي هي المائية اللي هو تحت ديت من خلال السهم المشار كده، وبتنزل تحت شوية. بعد كده بتختار حجز موعد بالفرع. دي ارشادات لطريقة الحجز بتنزل لتحت برضو في نفس الصفحة. دي ارشادات تانية برضو للحجز برضو ممكن تقراها، وبتكمل نزول في نفس الصفحة لتحت. بعد كده اول ما بنوصل للمرحلة دي المربع ده اللي هو تحت الصفحة بيقولك لمعرفة اقرب 10 فروع يرجى تفعيل خدمة تحديد الموقع واعادة الصفحة مرة اخرى. طبعا احنا مش هنعمل كده لان احنا دي مقصود بها خدمة الGPS اللي فعلناها في قبل ما نبدأ الخطوات خالص. طبعا بعد كده بقى بتدوس اغلاق، بتبدأ اول الخطوات الفعلية لعملية الحجز. نبتدي كده نشرحهم كده بالتفصيل السريع. ادي الصفحة اهيت حجز موعد بالفرع، تحت منها 5 خطوات بتنتهي بعملية الحجز. زي ما انتم شايفين كده في 5 خطوات، يعني الخطوة اللي انت بتبقى فيها بتبقى مضاءة باللون الاخضر، الخطوات التانية مضاءة باللون الاسمر اللي انت لسه ما وصلتلهاش.
مكتوب في أول خطوة اللي هي شريحة العميل، الرقم القومي اللي هو رقم البطاقة ورقم المحمول والإيميل. طبعا نوع العميل والرقم القومي والبريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني ده اختياري لو في ماشي، لو مفيش برضو مش مشكلة. واخر حاجة خالص بعد ما بتنتهي من دخول البيانات دي كلها بتدوس تنفيذ. في طبعا الكلام ده في معظم ال5 خطوات اللي احنا بنعملها. خطوة خطوة كده هنبتدي نعمل كمثال كده لعملية حجز سريعة عشان نعرف تعمل ازاي. دي اول خطوة اهوت. انا عميل بنك، نوع العميل ايه؟ انا اخترت مثلا عميل بنك. في برضو عميل بلوتونيوم، وفي عميل جديد خالص، وفي اجنبي ان هو مش مصري، وفي كبار السن، وفي ذوي الهمم. بيبقى لهم برضو معاملة خاصة. باوتوماتيك بعد ما بملى البيانات دي بيدخلني، تلاقي الخطوة التانية اضاءت باللون الاخضر اهيت، وبختار منها نوع الخدمة اللي هي مثلا خزنة او خدمة عملاء او استقبال. بختار مثلا الخزنة. طب هعمل ايه في الخزنة؟ مثلا من الاختيارات التانية اللي بتظهر لي هعمل مثلا ايداع. اوتوماتيك دخلني على الخطوة التالتة، وهو بيطلب مني مثلا اختار اقرب فرع ليك، حدد المحافظة. حددت مثلا كمثال محافظة القاهرة مع انها بعيدة عني، ومثلا وسط البلد. ونوع الفرع مثلا حددت كده مثلا يعني انا مش من القاهرة، بس حددت مدينة نصر. ودي الخطوة الرابعة. وهنا بيطلب مني تحديد اليوم اللي انا عايز اروح فيه البنك والميعاد بالتحديد. في الخطوة اللي بعدها، في الخطوة اللي تحت منها على طول، وبدوس تنفيذ. اول ما بدوس كده طبعا انا كده انهيت عملية الخطوات، وبيظهر لي. ودي الخطوة الخامسة اللي بيظهر فيها الحجز، وبكده تكون عملية الحجز كده انتهت. بس في حاجة كمان عايزة يعني اقول فيها. هي العملية جميلة جدا، بيشار اليها انك ممكن كمان تنزل الحجز ده كصورة على الموبايل، وكمان بينزلك بتجيلك رسالة بالحجز بنفس تفاصيله برضو على الموبايل. عشان لو انت مثلا نوع الموبايل بتاعك مفهوش يشيل صور، ممكن تستخدم الرسالة وتروح تأكد بيها الحجز. دي تفاصيل الرسالة بتجيلك أول ما بتنهي عملية الحجز. مكتوب فيها عميلنا العزيز يسعدنا خدمتكم بنفس التفاصيل اللي هي مكتوبة في الرسالة اللي ظهرت دلوقتي. بتلاقي برضو في نفس الرسالة كلمة داونلود تحت خالص في الحجز. لو دوست عليها بيقولك تم تنزيل ملف، وبده معناته لو فتحته هتلاقي صورة. الصورة دي هتلاقيها في الاستوديو. زي ما انت شايف كده الأسهم ده السهم اهو. دوس داونلود بتظهر لك تحت اهو، تم فوق خالص تم تنزيل الملف. بتدوس فتح بتلاقي الحجز تم نزل متحمل على هيئة صورة على الموبايل. وبكده تكون عملية الحجز انتهت. انا بشكركم، ويا رب يكون الفيديو افادكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك وتدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.